ماذا سأفعل إن أدخلني ربي الجنة؟ سأذهب إلى سيدنا يونس وأسأله كيف استطعت أن تلبث كل هذه المدة في بطن الحوت. سأذهب إلى سيدنا بلال وأقول له أذن لي فبخاطري أن أسمع مؤذن رسول الله. سأذهب إلى السيدة هاجر وأسألها كيف استطعت أن تسكن الصحراء وحدك من دون أن يحرسك أحد. سأذهب إلى العشرة المبشرين بالجنة وأسألهم كيف استطعتم النوم عندما علمتم أنكم ستدخلون الجنة. سأذهب إلى سيدنا مصعب بن عمير وأسأله كيف صبرت على أذية أمك لك وأصررت على الهجرة. سأذهب إلى سيدنا علي وأسأله كيف استطعت وأنت صغير بالسن أن تذهب وتنام مكان رسول الله ولم تخف. سأذهب إلى سيدنا أبو بكر الصديق وأسأله كيف كنت بهذا الثبات والقوة حتى خرجت على الناس وأخبرتهم بوفاة صاحبك ورسول الأمة على الرغم من لين قلبك ورأفتك وغزارة دمعك. سأذهب إلى سيدنا عثمان وأسأله كيف استطعت أن تختم القرآن في ركعة واحدة. سأذهب إلى السيدة آسيا زوجة فرعون وأسألها كيف استطعت أن تحملي حجرا كاملا فوق بطنك. سأذهب إلى سيدنا موسى وأسأله كيف استطعت أن تقاوم جبروت فرعون، كيف استطاعوا أن يقولوا حارب أنت وربك، كيف كانوا بهذه القسوة. سأذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب وأقول له أنا أحبك كثيرا وأسأله ما كان شعورك عندما أصبحت صاحب رسول الله بعد أن كنت لدى أعدائه. سأذهب إلى سيدنا يوسف وأقول له قصتك من أحب القصص لقلبي والسورة التي نزلت باسمك من أحب السور لقلبي. سأجلس مع حبيبي رسول الله وأتكلم معه كثيرا وأقول له كان بخاطري أن أراك في الدنيا فالحمد لله الذي أكرمني برؤيتك هنا. ثم أسأله عما مر به وكيف استطاع أن ينشر الإسلام بأبي وأمي. سأذهب إلى ربي إن أكرمني برؤيته ولا أعلم إن كنت سأقدر على الحديث معه من فرط دهشتي به، فاللهم الجنة مع من نحب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بجوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم. آمين وإياكم يا رب العالمين.